فكره ان احنا نقول للناس انتوا كويسين ده في حد ذاته ده حاجه الناس عندنا في مصر ما بيقدروهاش قوي، مع انها ذات قيمه كبيره جدا. كنت باخد حاجه لايف تايم اكسبيرينس كده، يعني في NGO اسمها بلدنا، وكان لازم كل واحد فينا في بدايه الموضوع كان 10 ايام. ال10 ايام لازم يكون لابسين ده كده في صدرنا كده متعلق، عشان كل الناس اللي معايا في الاكسبيرينس دي كانوا حوالي 15 واحد، كبار وصغيرين، رجال اعمال وطلبه ومسلمين ومسيحيين، يعني مجموعه فيها دايفرسيتي عاليه جدا. كل واحد لو شاف في اللي قدامه حاجه كويسه يكتبها ويحطها له في الكيس على مدار 10 ايام. فدي الحاجات اللي الناس كتبوها لي في 2011. فالحاجات دي كل ما احس ان انا عندي شويه ديبريشن، متضايق، مخنوق، مش عارف ايه، طلع اقعد اقراها فتاخدني وتطلع بيا فوق تاني اكمل حياتي. الكلام ده من امتى؟ بقى لي 15 سنه. فكره ان احنا نقول للناس انتوا كويسين ده في حد ذاته ده حاجه الناس عندنا في مصر ما بيقدروهاش قوي، مع انها ذات قيمه كبيره جدا. يعني الغرب فعلا بيبقوا حريصين على انهم يعملوا اكنولجمنت لبعض ويشجعوا بعض ويوقفوا بعض على رجليهم كده ويساعدوهم، يبرزوا لهم الحاجات الكويسه اللي فيهم. احنا عادي بنعتبر ده فور جرانتد، يعني انت المفروض ان انت عارف ان انا عارف ان انت كويس، قول لي ان انا كويس، وهكذا. يعني الابريشيشن ده في حد ذاته ساعات بيغير في حياه بني ادمين.